بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة الاقتصادية السهلة السريعة. النهاردة هنا معايا نص كيلو مكرونة صغيرة، معايا هنا معلقتين من الزيت، ومعايا هنا معلقتين من الصلصة، ومعايا هنا نص معلقة من الكركم صغيرة، ومعايا نص معلقة كبيرة من الملح، ومعايا مكعب مرقة دجاج، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معايا هنا قرن فلفل اخضر، معايا هنا قرن شطة احمر حامي حراق، ومعايا هنا فصين من الثوم، معايا هنا بصلاية وسط، ومعايا هنا نص لتر من عصير الطماطم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا بقى معايا كده حلة كده هحطها على النار، هحط فيها معلقتين من الزيت، وهنزل عليها بالبصل اللي احنا مقطعينه صغير، وهفضل اقلب بقى فيه كده لغاية ما يصفر معانا. هفضل اقلب بقى فيه كده. هنا بقى كده اصفر اهو، هحط معلقتين الصلصة كده واقلب فيها. فضلت اقلب بقى كده فيها. هنزل بقى هنا بالتوابل بتاعتنا، بالفلفل الاسمر والكزبرة والكركم والملح والمرقة الدجاج. هنزل بقى كده بيهم وهقلبها كده لغاية ما المرقة كده تسيح معانا. وبعدين بقى كده هنزل بقى بفصين من الثوم اللي احنا دقناهم دقة بسيطة كده، لان احنا هنشيلهم بعد ما تستوي. احنا بس هنعمل حاطينها بس تدي ريحة للمكرونة بتاعتنا. وبعد كده بقى هنزل بقى هنا بالفلفل، قرن الشطة الأحمر. وبعد كده بقى هفضل أقلب. هنزل بقى بالطماطم بتاعتنا، نزلت كده بالطماطم، هفضل أقلب برضو كده، هفضل أقلب فيها كده وهسيبها بقى تتسبك معانا. قلبت فيها كده اهي، هنا بقى كانت اتسبكت معايا اهي. هنزل بقى عليها هنا ب3 كوبايات من المية، على كل كوباية مكرونة كوباية من المية. انا هنا عاملة نص كيلو من المكرونة، حطيت 3 كوبايات من المية. نص كيلو بيبقى 3 كوبايات من ال 3 كوبايات من المكرونة. انا بقى كده هقلب اهو، وهسيبها بقى تغلي معانا اهي. وما تغلي بقى كده هنرجع لكم تاني. هنا بقى كانت غليت اهي. هنزل بقى عليها كده بالمكرونة بتاعتنا وهقلبها كده، هقلب فيها كده وهسيبها بقى لما تغلي. اغطي بقى عليها كده واسيبها. هنا بقى كانت معانا بقى اتعملت اهي، كنت موطية بقى كانت اتعملت. هنا بقى نغرفها معاكم اهي، هتشوفوا شكلها معانا عاملة ايه. كانت ريحتها طالعة بصراحة جميلة. ايه، مكرونة سهلة وسريعة، وفي دقايق هتعمليها، في حلة واحدة هتسويها. إيه، مفيش اسهل من كده بصراحة. إيه، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان القناة تعلى وتكبر بيكم. ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.